في خبر عاجل، طائرات حربية مغربية مسيرة تصطاد مجموعة من مرتزقة البوليساريو، منهم من لديه جنسية موريتانية، دخلوا من الجانب الموريتاني عبر عربات مكشوفة مدنية للتمويه بالمنطقة العازلة. وكما العادة الجيش المغربي استقبلهم بترحيب كبير ووضعهم فوق الشواية وقدمهم كهدية لوحوش رمال الصحراء. وفي التفاصيل، عادت القوات المسلحة الملكية من جديد لاستئناف ضرباتها الجوية اتجاه الاستفزازات الصادرة عن جبهة البوليساريو الجزائرية الانفصالية. ووفقا لمصادر مقربة من الجبهة، فإن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم بحر هذا الأسبوع، وذلك في طلعة جوية مغربية نفذتها القوات المسلحة الملكية بالطائرات المسيرة في منطقة أكليبات الفولة، ما دفع بالبوليساريو لتستنجد بجيش نظام الكبرانات بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقوها من قبل الطيران الحربي